مرة أخرى مغربية. همزة كيمرر جهة اليمنى بونزو. الجماهير ديال الفريق الوطني ما سمحوش يغامروا ويخرجوا من المنطقه ديالهم الا كان الفريق الوطني. محاولة ممتازة في اتجاه العيان. العيان كينطلق بالكرة ديالو من الجهة اليمنى. فرصة تمريرة. المجموعه اللي كتكون مختلطه يعني كاين هذا هو الاسلوب كيلعب به دائما السي هشام دلال. هذه المجموعه الثانيه وكذلك ما يقدر يخرجوا جوج لاعبين من هذه المجموعه. القيام بالمراوغات تمرير مع اللاعبين مع بعضهم. كاين انسجام في هذه المجموعه. انطلاقه عن طريق اللاعب امزال. نعم امزال كيلعب الكره ومحاوله كما ذكرت في السابق لاعب مميز. هذا من البدايات ديالو بان انه ليس حاليا بفريق شباب المحمديه ولكن الاصابه ما خلاش هذا اللاعب هذا يتالق. كيفاش خدا الفكره ديالو؟ لاحظ معايا حاول انه يمر امام لكن كانوا منظمين لانه الان ما العمليه اللي كيقوموا بها. فرصه ولاحظ الطريقه. نحن نتابع وياكم تفاصيل هذا اللقاء. الحوار الياباني على مستوى الخط الامامي. امكانيه المرور الواضح في العناصر ديالو ولكن لم مشات له. راه شفنا الاشاره اللي كان كيدير السي هشام ديك في جوله. الانتشار جيد لعناصر المنتخب الوطني. كره من الرئيس الفني اتجاه جواد. تدخل رائع. تدخل رائع. تمريره قويه سواء البطوله الوطنيه او حاليا كمحترف في لندا. يعني لاعب يدير. نعم. كره مره اخرى من مسرار يغير تماما اشراك. يغير الكره الرئيس الفني مسرار بلال البقالي كره ومحاوله من جانب عناصر المنتخب الياباني والوطني المغربي بطموحات لاضافه اهداف اخرى. كره يابانيه. حارس المرمى اللي لم تغادر. لا زالت مغربيه. ممتاز. هذه جيده. كنشوفوا الضغط تحول ولكن كانت فيها مغامره لان باش تلعبوا تراو امام المرمى صعب جدا. الحارس طريقه ديال الانطلاقه من العياد جانب اللاعب عثمان بومزو. هذه الكره من جديد من جانب عناصر المنتخب اليابان. بومزو كره الهدف لم يعلن عن ذلك. عمليه هجوميه. لاحظ هنا الاعاده. طريقه ديال الكره مره اخرى. فرصه لصالح المنتخب. مشوار مهم جدا. 4 الاخطاء تضيع. يريد ان يلعب بالكعب. هذا كما ذكرت الان هنا فين غتبدا اللياقه البدنيه. غنشوفوا شكون كامل لان كل فريق غادي يلعب تقريبا 3 ديال المقابلات. عند اللاعب اللي كيلعب اف سي برشلونه على الصوره الان. هذا اللاعب رقم 12 شوتو. نعم لاحظوا الطريقه. هذا كوكورو. ثاني للمنتخب الياباني. لاحظ الاعاده على الطير. لا هذه الطريقه انا كنضربها فوق اليوم. هذا شفنا كيفاش هذا اللاعب هذا تمكن منها. الياباني يظهر على انه استمد قوه اكبر. المنتخب الوطني المغربي مطالب بتسجيل ضمان الانتصار امام منتخب ياباني ليس بالسهل. لا ليس بالسهل. بالمناسبه عنده 3 مقابلات يقدر يحصل فيها. ينطلق محاوله ديال سفيان بوريط. فرصه في اتجاه جواد. يبحث عن تسديد. كره مره اخرى تعود لتكون مغربيه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصه الجهه اليمنى. هذه محاوله ضربه لاعب ذكي. اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي جواد ذكي. لاحظ معايا الياباني وورقه حمراء. نعم. لان كما ذكرت كانوا هذا اللاعب انس يسعد يسدد. لا تريد. 2 اهداف. كان محظوظ الحارس لان دابا ان اللاعبين المغاربه يلقاو حل لهذا الوضعيه هذه باش يسجلوا. نعم. ولاحظ معنا الاعاده. نشوفوا هنا الاعاده مع الشباك الخارجي. غير محظوظين هما. ملي كتشوف بحال هاد الاهداف كتضيع هكذا جوج من الفريق الوطني المغربي. لاحظ معنا محاوله فرصه اماميه. هذه خصنا تدخل يا جواد يوسف. دابا اللاعب الان غتكمل الفريق الياباني لانه واخا ما كملش 2 دقائق ولكن الهدف كلا هدفين المنتخب الوطني المغربي ملي كيتحط في الوضع ديال انه صار
واخا ماشي بالحصه، ولكن الان امام خصم. حنا كنشوفوا كره مغربيه، فرصه محاوله. لا غاديك موطر. نشوفوا هنا من زاويه اخرى، نشوفوا هنا يعني مغربي يعني كتحس بانه المنطقه ديالهم يوسف جواد كيقوم بعمليه فنيه للمراوغه، ولكن ضاعت له اخر مره. واللاعبين اللي عندهم انسجام مع بعضهم، ماشي لاعبين اللي حديثين. ما كنظنش ان برشلونه غادي تجلب لاعب يكون لاعب عنده مستوى ضعيف. اخرى تعود في خط الوسط، مواجهه بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الياباني. الحارس بدور يوسف المسرار، ينقاد من جانب الدفاع بومزو، تصويبه جميله ميز بهم عثمان بومزو. دائما هو عنده ذوك القدم. للمنتخب الياباني ضائعه، تعود مغربيه. بومزو ماذا يفعل؟ يرجع الكره مره اخرى بومزو، الحارس مره اخرى كيدار على انه هنالك اللياقه البدنيه اللي كنا كنهضروا عليها، ان هنا غتبان شنو اللقطه كيفاش. لا انس عيان كيمر بواحد الطريقه جميله، تمريره هدف كيضيع. محاوله كره كتضيع، كتصبح مغربيه من جانب يوسف جواد كينطلق كيحاول يمر. المنتخب الياباني الان في وضعيه صعبه، محاوله خروج ديال الحارس المغربي. مازال الاصرار، وكيف شرحنا منذ لحظات خطا البحث عن الهدف. لو خلى اللاعب الياباني الفارد ربما يترك الكره تصويب جوج لواحد. صراحه جوج ديال المحاولات فاز اللاعبين المغاربه. هنا غينتقلوا للنظام ديال تدوير الكره. المنتخب الياباني غيلقى راسو كيجري في الملعب اكثر بكثير من الوطني المغربي. افضل كره من بقالي، جواد يوسف، بقالي، كره مره ثانيه، فرصه، محاوله تقريبا دقيقه. اذا خطا هذا ولينا 5 خطا. نعم. كل فريق. والان غينهجوا اسلوب اللعب الطائر. كره للمنتخب الياباني. يلا مرمى. لاحظ معي هنا تلعبات من بلال بقالي، قليل من الحظ، قليل. مشينا مع عناصر المنتخب الياباني. 22 ثانيه. يلا خرج. نعم. لم يتبقى الكثير. 16 مسلم، تمريره في اتجاه يوسف جواد، كينطلق كيحاول يحافظ على الكره ديالو، تصويبه. هناك مطالبه بان هناك خطا. لاحظ معايا يوسف شوفوا هنا اللقطه ديال تنفيذ. شوفوا احتجاج ديال السجن دابا 6 ديال الثواني. 6 ثواني. اذا المباشر كره تنفذ تضيع. هنيئا للفريق الوطني المغربي في الفوز بهذه المقابله، لان صعيبه قويه جدا. منتخب يعني هنا كتبان نهايه المقابله 3 اهداف مقابل هدفين. يفوز المنتخب القوي. الفريق الياباني الرتبه اللي كيحتلها ماشي واحد تاثير نوعا ما على اللاعبين المغاربه. ما نساوش ان الفريق